ليه حلقت شعرك؟ في ناس كتيرة أول لما رفعت الصورة ليا وأنا حالق شعري قالت لي أنت ليه حلقت شعرك يا عمر؟ هل مثلا الأدوية ما عادتش شغالة؟ هل أنت مثلا خلاص ما عادش مهتم بالصلع الوراثي؟ ولا إيه حصل بالظبط خلاك إن أنت تحلق شعرك؟ في الفيديو ده هقول لك ليه حلاقة الشعر ممكن تكون جزء من روتين علاج الصلع الوراثي. بس قبل ما ابتدي الفيديو كنت حابب أشارك معاكم الشركة الجديدة اللي أنا فتحتها أنا وزملائي، وهي شركة ديجيتال ماركتنج ايجنسي مختصة لنيتش القطاع الطبي فقط. يعني لو انت دكتور عندك عياده، لو انت دكتور سنان، لو انت صيدليه وعايز تبيع اونلاين، فالشركه دي لو انت اشتغلت معاها هتكون مسؤوله عن انها تعمل لك ويب سايت، تعمل لك ابلكيشن، او تعمل لك سوفت وير للسيستم بتاعك. وبرضه مسؤوله عن الحملات الاعلانيه سواء على الميتا، الفيسبوك والانستجرام، او حتى على جوجل. فلو انت مهتم باي حاجه من دي فهتلاقي اللينك في الديسكربشن، شركه بارما ميديا. ولو كتبت كود فارماكو 10 هتاخد خصم 10% على اي خدمه من على الموقع. وروح بس وقول لهم ان انت تبع فارماكوجون وهيعملوا معاك الواجب من الاخر يعني. نرجع بقى لنقطتنا الاساسيه وهي ليه انت حلقت شعرك. اللي حصل ان انا بعد ما حقنت حقنه الدوتاسترايد ميزوثيرابي ان انا حصل لي شيرنج عنيف جدا. بصراحه ما اعرفش السبب كان ايه. هل مثلا بسبب ان انا كنت بستخدم حقن دوتاسترايد مع دوتاسترايد فموي؟ هل مثلا عشان روتيني عمال اغير فيه بصوره مستمره؟ انا بصراحه ما كنتش عارف ايه السبب، مع ان كان في توتر في الفتره اللي فاتت لان انا كان عندي امتحانات. فاللي خلى ان معدل الشيرنج عندي يتساقط بصوره كبيره جدا. ولقيت ان الموضوع لما بلاحظ ان في تساقط كتير في الشعر ان هو بيأثر على نفسيتي شويه، وبالذات ان انا في الفتره دي كنت عايز ان انا اعمل محتوى اكتر عشان اكبر القناه قبل بدايه العام الجديد. فقلت ايه ده، انت هتتوتر بسبب ان شعرك يقع؟ يعني اللي انت عمال تقوله للناس هيحصل فيك؟ فقلت لا يا باشا، امشي دايما بمبدأ الحاجه اللي توجع لك ايدك اقطعها. قررت ان انا احلق شعري في الفتره دي عشان ما اركزش مع معدل التساقط اللي كان بدأ يعمل لي هس هس شويه. وبصراحه لما حلقت شعري ارتحت مليون في المية. يعني انا لسه مستمر على الادويه بتاعتي، بس خليت الروتين بتاعي اللي هو الحاجات البسيطه جدا اللي هو الدوتاسترويد والمينوكسيديل والديرما رولر، ده بس الروتين بتاعي حاليا. ووقفت حقن الدوتاسترويد، هبقى ارجع لها تاني لما افضلها. آه، وبصراحه انا عاجبني الشكل بتاعي وانا حالق شعري او انا عامل باس كات كده. طبعا ده مش هيأثر على فعاليه العلاج، يعني كده كده انا بستخدم ادويه علاج الصلع الوراثي فالشعر هينمو تاني. بس في المقابل انا مش شايف معدل التساقط اللي عمال يعمل لي هسس، او الحته اللي بتبقى عندي ديت بتخف بصوره تدريجيه لما بيحصل لي تيليجن فلوفيوم. فانا مش شايف الموضوع ده، فانا مرتاح نفسي. في ناس كتيره كده فعلا كلاينتس يجوا لي اقول له ان انت اول لما تبتدي الروتين بتاعك ان انت تحلق شعرك، لان مثلا هو بيكون عنده شعره ساحب من هنا وشعره ساحب من اماكن غريبه. فاقول له لا، احلق شعرك وبعدها سيبه يطول على نظافه. لان في ناس كتيره لما بتبتدي تلاحظ الصلع فبيسيب حته مثلا طويله وحته قصيره، فيلاقي ان شعره كده بقى شكله مش طبيعي وشكله مش ناتشرال. فانا بقول لهم ان هم يحلقوا شعرهم. طبعا حلقه الشعر ملهاش علاقه بفعاليه الادويه، يعني انت ممكن شعرك يفضل طويل وبرضه تستخدم المونوكسيديل والفيناسترايد مش هيأثر عليه في حاجه. بس في بعض الاحيان هو ممكن يكون جزء من رحلتك لعلاج الصلع الوراثي. فالخلاصه هنا ايه؟ الخلاصه لو انت شعرك مسبب لك ازمه ان انت كل شويه تبص في المرايه، فامشي بمبدا الحاجه اللي توجعك او الحاجه اللي مش قادر تعمل لها حاجه دلوقتي في الوقت الحالي اقطعها واحلق شعرك وابتدي تستخدم روتين مناسب لحالتك لعلاج الصلع الوراثي. انما مثلا ما يكونش انت عندك هسس وعندك انكزايتي وعندك ديبريشن بسبب شكلك وتبص شكلك في المرايه تكتئب، وتقوم مثلا بادئ الادويه فتلاحظ ان في تساقط كمان فتبتدي تكتئب اكتر فتبطل الادويه فيحصل لك تساقط وتخش في دايره كده عنيفه. وانت عندك صلع وراثي. وانت كان ممكن ان انت تحلق شعرك خالص عشان ما تركزش معاه وتبتدي تستخدم الادويه وتسيب شعرك يطول بصوره تدريجيه وتثق في الرحله على المدى الطويل. بس كده، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، فعل الجرس، تابعنا على انستجرام فيسبوك تيك توك. ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.